تخيل معايا كده انك صاحب شركة يعني فلوس بتتضخ اول باول من الارباح، يعني موظفين محتاجين مرتبات، يعني مصاريف بتتصرف في دعاية واعلان، وفلوس انتاج وصيانة مكن مثلا، مبيعات، ايفنتات للشركة، تعبئة وتغليف. وتخيل كمية الفلوس اللي طالعة واللي داخلة واللخبطة. طيب كسبنا ولا خسرنا؟ ارباحنا مقارنة بالفترات اللي فاتت عاملة ازاي؟ طيب دفعنا الضرايب اللي علينا؟ كل ده محتاج ادارة وتخطيط وترتيب، واللي بيقوم بالمهمة دي مفيش شركة مفيهاش واحد منه. وهو موضوع حلقتنا النهارده، وهو مدير الحسابات. بس لا، اول مره تشوفني انا ندى حسن، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. وتعالى بقى اقول لك مدير الحسابات ده بيعمل ايه بالظبط، وليه خريج تجاره هو الانسب للوظيفه دي، وليه الحسابات بالذات ما يعرفش يعملها غير واحد خريج تجاره. علشان في ناس فاكره ان الحسابات دي مهاره رياضيه فقط، اي حد عارف رياضه يقدر يقوم بمهمه الحسابات. فيلا بينا. قبل اي حاجه لازم نوضح ان المحاسبه هو قسم بحاله في الشركه، هو مش واحد بس بيقوم بالمهمه دي، لكن هو فريق كامل بيقوم بمهمه الحسابات. كالعاده في الحلقات احنا بنجيب واحد بس نشرح بيه مهمه الوظيفه كلها، وليه الكليه اللي بنتكلم عنها هي الانسب للوظيفه دي. وعلشان بحب الامثله في شرح المواضيع، فهنتخيل ان شركه ما وليكن اسمها اكس. شركه اكس دي شركه انتاج اطعمه مغلفه مثلا، يعني شوكولاتات، شيبسيهات كده يعني. فالشركه دي ليها مقر اداري فيها موظفين اداريين زي قسم الدعايه والاعلام مثلا، المبيعات، الاتش ار. واكيد الشركه دي ليها مصنع تابع ليها فيه عمال انتاج وعمال تعبئه وتغليف، ده غير المكن اللي جوه المصنع وخط الانتاج. طب خلينا بقى نشوف الحسابات هيتعامل ازاي مع كل الاقسام دي في الشركه وكل الموظفين دول جوه الشركه. اول حاجه لازم ناخد بالنا منها ان كل قسم لازم يكون ليه ميزانيه، لان اكيد الخزنه مش مفتوحه على البحري. في ميزانيه للدعايه والاعلان، في ميزانيه للمبيعات، في ميزانيه لصيانه المكن، في ميزانيه للانتاج. الميزانيه دي لازم يحددها قسم المحاسبه الماليه، وده دوره. إنشاء ميزانية عامة للشركة من خلال تحليل مالي وبيانات مالية معينة زي رأس المال، الدخل، التدفقات النقدية. من خلال كل ده بيتم إنشاء ميزانية عامة وميزانية لكل قسم، زي ما انت بالظبط تاخد مرتبك وتبدأ تقسمه على حسب احتياجاتك طول الشهر. وبعد إنشاء الميزانية العامة أنا بطلع تقارير مالية تخص الشركة، تقارير خاصة بالفلوس اللي دخلت والفلوس اللي اتصرفت. بناء عليه أنا بشوف الشركة بتخسر ولا بتكسب، هل اللي احنا صرفناه كسبنا قصاده فلوس أكتر ولا لأ. ده مهم جدا عشان من خلاله نعرف ان الشركة بتخسر ولا بتكسب، عشان احنا اكيد مش فاتحين شركة عشان نخسر. طيب ده بالنسبة للميزانية. طب بالنسبة للنفقات، المرتبات، تكاليف خطوط الانتاج، تكاليف مثلا قسم المشتريات، تكاليف قسم الدعاية والاعلان. احنا قلنا طيب ان احنا عملنا ميزانية لكله، بس التكاليف هنا بقى بيجي دور قسم محاسبة التكاليف. مقارنة التكاليف دي بايرادات الشركة بالتعاون مع قسم المحاسبة المالية جوه الشركة. من خلال المقارنة دي بقدر احدد هل لازم نخفض الانفاقات شوية بحيث نوفر في الميزانية ولا. وطبعا قسم محاسبة التكاليف برضو بيطلع تقارير. قسم محاسبة التكاليف بيطلع تقرير بالنفقات بتاعة الشركة، هل هي متوافقة مع ميزانية الشركة ولا لا. بالتالي بقدر احدد هل احنا بنستخدم مواردنا استخدام كويس ولا لا. والتقارير بالنسبة للحسابات حاجة مهمة جدا، والتقارير دي بتودينا لحته مهمه جدا جدا في الحسابات، وهي اداره المخاطر. لازم احط سيناريو معين متوقع، واللي اقدر اتوقع بيه ان لو الشركه لا قدر الله جرى لها اي حاجه في موضوع الفلوس ده اقدر اتعامل معاه ازاي. التقارير دي هي اللي بتبين احنا بنقرب من السيناريو ده ولا بنبعد. وقسم المحاسبه الاداريه بقى ده دوره اداره المخاطر. اداره المخاطر بتخليه يراقب اتجاه البيع والشراء وسلوك العملاء تجاه المنتج، بحيث يقدر يحدد اتجاه الشركه وخدماتها ومنتجاتها رايحين لفين. طيب دي اقسام المحاسبه اللي جوه الشركه، بس احنا احيانا بنحتاج نعين موظفين محاسبه من بره يخلصوا لنا كام شغلانه كده. وده بقى هيودينا لشركات المحاسبه. في شركات تخصصها محاسبه بس، بيبقى جواها مدقق، محاسب قانوني، محاسب ضريبي، محاسب جنائي، وهكذا. طيب دورهم ايه وليه انا بحتاجهم؟ خليني اقول لك ان المدقق ده اللي اتكلمنا عنه هو اللي بيشوف وبيراجع قسم المحاسبه ده في شركه اكس مثلا ماشي تمام ولا لا. اصل خلي بالك المحاسب اللي جوه الشركه ده ممكن جدا يلعب في التقارير الماليه، بس حبل الكذب ده في حوار الفلوس مش طويل قوي. اصل لو المدقق ده من جوه الشركه هكتشف الاختلاس ازاي؟ وظيفه المدقق ان هو بيشوف وبيراجع التقارير الماليه الخاصه بالشركه، وبيصور الوضع الحالي للشركه بتاعتك، هل مثلا في حد غلط في حسابات معينه وهكذا. طيب مش الشركه دي بتدفع ضرائب؟ عشان كده لازم يكون في محاسب ضريبي. المحاسب الضريبي ده بيجي من بره وبيراجع حساباتك وتقاريرك الماليه، بناء عليه بيشوف وضعك الضريبي، عليك ضرايب كام ولا اصلا معلكش ضرايب حسب اللوائح والقوانين. وغالبا بيبقى اسمه محاسب قانوني. وكمان تقدر تستشير المحاسب القانوني ده في وضع خطه ماليه للشركه بتاعتك، وتستشيره في حاجات جنائيه مثلا، لان بطبيعه الحال وبطبيعه المسمى بتاعه بيكون ملم بالقوانين الجنائيه. وفي فرع كده اسمه محاسب الطب الشرعي، لما قريت عنه لقيت فكرته قريبه من فكره المحاسب الضريبي والمحاسب القانوني. هو بيشوف تقاريرك فيها احتيال ولا لا، فتقدر تقول ان هما الثلاثه كده بيكملوا بعض في قصه النفقات القانونيه وكشف الاحتيال وهكذا. طب مثلا لو في مشروع للشركه اكس مثلا منفصل، مش هنحتاج محاسب مخصوص للمشروع ده بحيث يتابع لي المشروع بالكامل، نفقاته، فواتيره، وبيحدد الالتزام بالعمل وانتهائه في مده معينه، وكمان بيخطط للميزانيه بتاعته.
طيب انت قلت لنا ان المحاسبه دي مش شويه رياضه وواحد عارف رياضه وخلاص. ايوه مظبوط، لان المحاسبه مش زي ما انت فاكر. المادة فيها طرق للتعامل مع الأمور المالية، زي مثلا الجملة المشهورة اللي انت بتسمعها دائن ودين، مين ليه ايه، مين عليه ايه، ازاي بنحسب الفواتير، ازاي بنطلع تقارير مالية، ازاي بنعمل إدارة للنفقات ونشيل البند ده واحنا بنحسب مثلا. تفاصيل كتير جدا 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 مش زي ما انت فاكر. المفروض ان انت استشفيت من اللي انا قلته ده ان خريج تجارة هو الأنسب للوظيفة دي، هو بس اللي يقدر يعمل ده. واستشفيت كمان أهميته جوه الشركة عاملة ازاي. ده بيخطط وبيمسك في ايديه ميزانيات كبيره جدا، وفي ايديه امانه كبيره جدا، وهو كمان صاحب قرار في حاجات كتير جدا جدا جوه الشركه. لان انا قبل ما اعمل اي حاجه تخص الشركه لازم اشوف في فلوس ولا لا. غير ان مشورته مهمه جدا جدا في توفير النفقات. يعني مثلا ما ينفعش يجي يوم والاقي ان الشركه دي لا قدر الله مش عارفه تقبض الموظفين اللي معاها، بالتالي هو دوره مهم جدا جدا ومحوري جدا جدا جوه الشركه. فبس كده، دي كانت حلقتنا عن المحاسبه ورحله كليه تجاره مع قسم المحاسبه، ازاي هو مهم جوه الشركه وازاي شركات المحاسبه مهمه، يعني بص مهمه جوه وبره. فلو عجبتك الحلقه ما تنساش تشيرها مع صحابك يمكن يستفادوا باذن الله، ولايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. ولو عندك سؤال قولي تحت في الكومنتات وهرد عليك باذن الله. وبس كده، سلام عليكم.